مبروك على المعرض الله أولا. يبارك فيكي. حضرتك هو ده أول معرض ليكي؟ لا، ده تالت معرض. تالت معرض؟ حضرتك بترسمي بقى لا، انا من زمان قوي، من التسعينات. السنة؟ اه. أنا ملاحظة إن المعرض كله صور المرأة بيعبر عن جميع انفعالاتها. هو انا واخده المراه لان حاسه انه هي ما زالت مضطهده بالرغم من الانفتاح اللي احنا فيها، ومقهوره ومش قادره تعبر عن اللي جواها. ما بقاش لسه، ما عندهاش الثقه بالرغم ان في اتصالات كتير حوالين منها، وان هي في فيسبوك وتويتر وحاجات كتير قوي بتقدر تتكلم منها لكن من خلالها، لكن هي ما زالت من جواها حاسه بعزله، حاسه بعدم امان، بعدم ثقه بالناس اللي حوالين منها، مش بتقدر تطلع كل المشاعر بصدق. فدايما تبقى قاعده مع نفسها قلقانه خايفه. حتى الاغنيه بتاعت ماما بابا وطني مفيش ولا صورة بتعبر عن فرحة المرأة، حضرتك مش شايفة بس يعني. هو انا عشان برضو مغتربه فحاسه ان في غربه، ان انا ما زلت عندي اصحاب كتير وعندي كل حاجه، بس دايما حاسه ان انا في غربه. انا اساسا من اسكندريه وفي القاهره من سنه 90، فدايما بتنقل ما بين اسكندريه والقاهره، اسكندريه والقاهره، مش ما بقتش حاسه ان انا مستقره. فاحساسي دايما من جوه ان انا عندي غربه مش فمعبر عن عشان كده برضو اسم المعرض اغتراب.